حافلة المنتخب المغربي. طبعا خرج السيد السكتيوي، وعندما يخرج السكتيوي في لقاء بعد المباراة معناته في شيء. السكتيوي ما يخرج في لقاءات وما ينتقد الأمور اللوجستية أو الإدارية. ممكن المنتخب المغربي يحتاج للجهاز إداري، كان في تأخير، ومن حق طبعا السكتيوي أنه ينتقد أو يتكلم بخصوص طبعا الأمور اللي حصلت قبل المباراة، من حق. وعلى فكرة السكتيوي قليل التصريحات، ما يحب يطلع للإعلام أو يبحث عن الشو الإعلامي، ولكن أعتقد على اللجنة المنظمة، وطبعا وضحوها بالأساس، يعني كان في تأخير بخصوص طبعا بعض اللاعبين وكذا، ولكن الباص تأخر، واعتقد ان شاء الله في المباراه الجايه ما في يكون تاخير من السكتيوي كذلك، او المنتخب المغربي يطالب بحقه بالحضور قبل الموعد طبعا لاجراء التدريبات او الاحماءات التسخين قبل المباراه. السكتيوي ما يخرج في تصريحات ينتقد، بالعكس ان شاء الله تكون البطوله ناجحه في دوله قطر الشقيقه، ولكن السكتيوي ما يتكلم الا اذا في نقطه سلبيه. واتمنى كذلك جامعه الملكيه دعم المنتخب في هذه البطوله، سواء اذا موجود الجهاز الاداري ممتاز، اذا مش موجود زيد عليه كذلك، واحد اثنين ما في مشكله، ما عندك اي مشكله تبحث ترسل اثنين ثلاثه للالتحاق بالمنتخب المغربي.